صباح الخير، صباح الفل، صباح الهنا. النهاردة يوم الجمعة بقى، وجمعة مشركة كده، وجمعة مباركة. النهاردة هنعمل بقى مع بعض أحلى يوم وأحلى روتين. هو كله في المطبخ وأنا واقفة كده، مش همشي ولا أسيبكم. وأنا رحت السوق بقى وجيت. شفتوا النشاط؟ رحت السوق وجيت، جبت شوية حاجات. هتقولوا لي بكام؟ أقول لكم مش بكام. طبعا كلنا عارفين الاسعار. اقول لكم استنوا كده بقى لما اشمر، عشان الاكله بتاعت النهارده دي من اللي بيشمروا لها. لايك بقى، واحلى لايك للبصل. ربطة البصل دي 5 جنيه. انا كده قلت بكام؟ انا كده بفتن على البياعين. قولوا بقى. هناكل مع بعض بقى النهارده اكله، بصوا مقولكوش دمار. اكله بقى النهارده. بصوا انا رحت السوق، كنت رايحه علشان اجيب حاجه، لقيت نفسي الفلوس اللي معايا هتجيب حاجه تانية خالص. يعني فعلا حماده تاني خالص. ايوه. هو مش احنا اللي بنحكم على الفلوس الوقت، الفلوس اللي عادت بتحكم علينا نجيب ايه. استنوا بس كده هوريكم، بقول لكم الوقت ده. انا ده بصوا بقى، انا رغيت في الفيديو ده كتير 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 والله، وكان نفسي اطلعه لكم بالصوت، بس ساعة الصلاة، وكان العربيات بقى والبياعين، وما اقولكوش بقى بتوع البصل والبطاطس كانوا واجعين دماغي قد ايه. فاحنا بقى هنعمل كده، البصل ده هننضفه ونخليه زي الفل. وهنشوف الوقت هنعمل ايه، انا مش هحرق لكم المفاجأة. احنا هنعمل حاجة حاجة كده بالراحة، وانتوا هتشوفوا معانا وتيجوا تاكلوا ويانا، وتشوفوا هنعمل ايه وهناكل ايه. طبعا طبعا بقى احنا كل وقفتنا النهارده هتبقى في المطبخ، زي ما انتوا شايفين كده. الشطارة وخاص. اكتشفتوا احنا هناكل ايه؟ اللي عرف احنا هناكل ايه بسرعة ينزل الكومنتات يقول احنا هناكل ايه النهارده. اظن كده ايه باين. اقولك شفتوا بقى الخاص؟ ما شاء الله، ربطة خاص ب5 جنيه، مفيش فيها اي حاجة. ايوه. والحاجة بقى غالية، والدنيا غالية، بقول لكم والله العظيم كل حاجة في السوق غالية. يعني الواحد بيروح السوق مش عشان يشتري، عشان بس يتفرج على الأسعار. الحمد لله، ربنا يرخي قوت المسلمين. يلا بقى نجيب ايه، ننضف الخطايايه دي كمان. انا هلم كل ده في الحوض، وبعد كده ايه هننضف مرة واحدة. اتكلمي انتي وبلاش اتكلم انا. والله يا جماعة أنا كان نفسي أسجله لكم بصوتي، بس للأسف أنا سجلت بالصوت، بس لما جيت أسمع في المونتاج لقيت خبط ورقع وهبد وما أقولكوش. بقول لكم دلوقتي بقى هغطس كده أجيب ثباتات عشان أفضي الحاجة اللي أنا جبتها من السوق وأجيلكم. لا دي صينية عشان نغسل فيها الخس. هنغسل الخس بقى كده وهننقعه بخل، علشان طبعا ايه، طبعا المبيدات والرش والحاجات ديت. والخس طبعا يا جماعة من اخطر اخطر انواع الخضار اللي لازم يتغسل كويس جدا جدا جدا. والله العظيم يعني انا كانت اختي الله يرحمها، كان الدكتور يقول الخس بالذات تشديد تشديد تشديد، تحته 7 خطوط كده ان لازم يتغسل كويس جدا. طبعا انا بغسل البصل على الخاص بس. وقت كده شوفوا انا غير المية دي واحط له مية تانية وهغسله بخل. شفتم؟ ده انا شاطرة ونضيف. هنفصص بقى كل ده علشان يتغسل حلو. ايه يعني انتي اللي هتاكليه، مش تسيبيه بقى بحاله. في هقول لكم ايه، اغسلوه حلو اغسلوه حلو. بقول لكم لازم الخس يتغسل حلو، وتبقي كده شطورة كده وعسولة. هنفككه من بعضه كله، وهننقعه بخل بقى شوية لحد بس ايه ما نتأكد ان هو نضف. اهو. هنلم بقى كل ده في الكيس. فطبعا انا اما الم كل ده في الحوض، واقوم لمام الحوض، شوفوا الدنيا خلاص. وبركولي عامله مخلل كرومب. الكرومب ده اللي طلع من يوم ما قلت لكم انا عملت روتين. هو ما كانش روتين، هو كان يوم مخزونات. والله كنت جايبه كرومب وسلقته. قولوا لي سلقته ليه وهناكل بايه في رمضان؟ امشي يا ذبابه. إيه، يمكن الفراخ ترخص في رمضان، يمكن.
وناكل فراخ. اهو كده خلاص خلصنا اهو. تعالوا بقى اما اوريكم جبنا ايه تاني من السوق. استنوا بقى منزل اجيب سبت كده عشان اوريكم انا جبت ايه كمان من السوق. ده انا هبهركم. دي حاجة السلطة. والله انا قلت لها بصي طالما الحاجة غالية هاتيلي ب10 جنيه حاجة سلطة. ادتني دول. هتقولوا لي بقى اديتهم لك على اساس ايه؟ الله اعلم، يمكن صعوبت عليها، يمكن. هما دول ب10 جنيه حاجة السلطة. 3 خيارات و5 طماطميات. وجبت ليمون ب10 جنيه ليمون. شيء لزوم الشيء. عرفتوا بقى احنا ناكل ايه؟ عرفتوا ولا لسه؟ استنوا المفاجأة. امم نحطه بقى كده، نغسله ونحطه كده ونسيب اللي مش هنستخدمه تاني. وده فول حريتي. ايه رأيكم؟ كده انتوا عرفتوا طبعا احنا هناكل ايه، صح؟ قولوا صح. ايوه فول بقى. بصوا عشقي الفول، عشقي 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 الفول ده. فول مع الرنجة بعشقه جدا. هنشيل بقى الحاجة دي اللي في مية دي، بس نسيبها بس شوية علشان لو فيها ترابة ولا حاجة. بقول لكم الفول ده عشقي، بس ناشف ناشف. الفول من الصبح كده وطري زي بتاع ايام زمان، اصلا ما عادش حاجة من بتاعت ايام زمان. نحط بقى الفول ده كده ونطلع الخس. كده انتوا عرفتوا بقى احنا هناكل ايه ولا لسه؟ عرفتم؟ بصوا النهارده اليوم واقسم بالله مش النهارده انا بمنتج لكم، بمنتج الفيديو بفيش الهوامش يوم السبت. ايوه بمنتج لكم الفيديو السبت. امبارح بقى كان الجمعة، كان جمعة فعلا مباركة علينا وعلى الأمة الإسلامية. بصوا بقى جمعت ولادي وقعدنا ناكل، كلنا أكل ما أقولكوش. اه والله لا هقول لكم. كلت. بصوا قعدت والله العظيم من ساعة ما اتغديت لحد دلوقتي. أنا بمنتج الفيديو ده الساعة 11 الظهر السبت، ماشي؟ لحد دلوقتي لسه ما كلتش. وما شاء الله بصوا تحفة تحفة تحفة، والأكل واللمة أهم حاجة. اللمة جميلة جدا. تعالوا بقى اما اوريكم. وده عيش بلدي. كده انتوا عرفتوا بقى احنا هناكل ايه، صح؟ تعالوا بقى اما اوريكم انا جبت ايه من السوق. ارخص حاجة لقيتها في السوق رنجة. وجبت طحينة اهو ب10 جنيه طحينة. استنوا، ب10 جنيه والله. ما شاء الله بصوا البياعين بقوا ما شاء الله تجار عملة، تجار عملة. استنوا بقى اوريكم واجيب ايه. اجيب صينية نحط عليها الرنجة. يلا بقى استنوا اوريكم. اه شفتوا الرنجة؟ شفتوا الرنجة وجمالها؟ تحفة. وريحتها بقى ايه ما اقولكوش. شفتوا الجمال؟ انا رحت السوق جبت 1.5 كيلو رنجة. وقلت بس احنا عندنا عيش وعندنا واجيب رنجة. ما انا لقيت الفراخ غالية ولقيت اللحمة غاليتين. اسفة التليفون. فالوقت بقى هنسيب الرنجية دي. هنعمل بيها ايه؟ هقول لكم الوقت هنعمل ايه. ده احنا هنظبط لهم الدنيا النهارده. بصوا الاكل النهارده كان روعه، تحفه، فاخر من الاخر والله العظيم. تعالوا بقى اما اوريكم هعمل ايه. هنعمل الطحينه الاول. اقول لكم انا بعمل الطحينه ازاي. استنوا استنوا بس عليا، ده انا شاطره والله العظيم. واللي زي خلصوا يلا اعملوا لايك واعملوا اشتراك. يلا كبروا القناه. انا بعمل سلطه. تقولوا لي بتعملي سلطه ليه؟ هقول لكم بعمل سلطه ليه. عشان سلطة اكلها جنب الرنجة. لا شايفين جنب الطبق اللي انا بعمل فيه السلطة الصغيرة دي، في طبق سلطة اهو جنب الرنجة. وطبعا بصل اخضر وبصل ناشف. قولوا لي انت يعني ده هيحصل في الاخر. مش هقول لكم ايه اللي حصل في اخر الفيديو، بس استنوا بس وشوفوا للاخر كده. شوفوا شطارتي اهو. اي حد هيقول لي لبسك مش عاجبنا، اي حد هيقول لي شكلك مش عاجبنا، انتوا حرين. ايوه اللي بيكتبوا في التعليقات ما شاء الله عليهم، اللي بيكتبوا تعليقات سلبية، ده منظر لبس، ده منظر شكل، إيه ده انت تخينة، ده انت مش عارف ليه. ليه يا جماعة؟ والله العظيم يعني القناة دي انا فاتحاها مصدر رزق. بصوا بصرف النظر بقى على ان انا هعمل الطحينة وهوريكم. القناة دي مصدر رزق.
فانا فاتحاها عشان اشتغل بس، مش عشان اعرض لكم هدوم ولا علشان، وبعدين الظروف بتحكم. ان شاء الله اصبروا عليا بس اما القناه تشتغل، اصبروا عليا. ماشي. قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. كده الطحينه اهو، بعشق الطحينه. كده خلاص اهو. هنحط بقى نص ليمونه. انا بعمل الطحينه بقى ازاي؟ نص ليمونه. وانا عامله التوم طبعا، كنت مفرزه التوم اهو. ده التوم اللي انا مفرزاه. اخد حته بس صغيره كده من التوم اهو، احطها على الطحينه. بقول لكم شايفين؟ شايفين كده بس. ونحط بقى النص ليمونه دي بس، مع البذر وقع فيها يا اختي، وميه سخنه و... ونعمل بقى بس. ما بحطش اي حاجه تانية على الطحينه غير كده، خل وليمون وشويه ملح صغيرين وميه سخنه اهو. نعملها بقى كده. بصوا بتطلع تحفه وخرافه، وولادي بيعشقوها من ايدي. شايفين ازازه الزيت المقلوبه دي؟ هو ده الزيت اللي عندي والله يا جماعه، هو ده اخر ازازه الزيت ده ب50 جنيه. وحبه ملح، بصوا ما يسكروش بس يضيعوا الحلاوه اللي في الطحينه. طبعا الطحينه بتبقى مسكره، فاحنا هناكل بيها حاجه حادقه. حتى لو تاكلي بيها اي حاجه تانية لازم تحطي شعره من الملح اهو. شفتوا بقى الجمال؟ الجمال ده فعلا، الكمال عدى الكلام، ولا الجمال عدى الكلام. بعشق الطحينه دي يا جماعه، بعشقها بعشقها. مهم. كده خلاص اهو. نركنها بقى في جنب ونشوف هنعمل ايه تاني. ادي الطحينه. الحمد لله. بقول لكم تحفه، وريحتها تحفه، وطعمها تحفتين. هي شرقتني بس مش مشكله. اقول لكم بقى اعمل ايه بالسلطه دي. تعالوا احنا ناخد رنجايه نعملها سلطه. تبقى ايه؟ رنجه، طبق سلطه بالرنجه. بصوا بقى تحفه. اقسم بالله اللي ما جربها قبل كده خسران. جربوها وعلى ضمانتي، لو لقيتوها وحشه هاتوها وانا اكلها. اه والله. كده اهو. بقول لكم بقى بصوا، انا هفتح بقى الرنجايه دي كده. ده انا هشهيصكم النهارده. ايوه. بصوا، هي العين بتاكل قبل القلب، قبل القلب قبل البق. وطبعا الاكله الحلوه بتخش القلب. بصوا بقى، انا هشتغل شغل بقى فلاحين، شغل ياي. لا، هو ده احلى شغل واحلى اكل بقى للرنجه. بصوا البطروخ الجميل، بطروخ مقرمش. شفتوا الجمال؟ جمال. شفتوا بقى الحلاوه والجمال ده؟ عشقي، عسل والله العظيم. بصوا كانت اكله عايزه بقكم. ايوه. وده بطروخ كمان اهو. واحد تاني. والرنجايه بقى افتحي بايدك كده، بلا سكينه بقى ولا مقص، ولا هو بايديكي فسيخ رنجه. كلي بايديكي وعلى ضمانتي. ايوه، ما تقوليش لحد، كلي بايديكي. بصوا بقى كده اه. اللي بيعرف ما يبصش. هي مادام الايدين مغسوله وطول النهار ايديكي في الميه، هتعملي كل حاجه وانتي نظيفه. جيب المقص بقى كده ونقصقص ايه الرنجة بقى كده حتت صغيرة علشان تتعمل في سلطة الرنج. بصوا بقى الطبق ده والله العظيم اول حاجة اتاكلت على الاكل. هتقولوا لي ما صورتش الاكل ليه؟ ما لحقناش يا قلب امك، انت وهو يا امي، انت وهي يا قلبي يا عمري. ما لحقناش والله العظيم. انا خلصت وهتشوفوا الوقت اللي جه يدوق الاكل وانا بعمل. ابن اخويا ما بيحبش الرنجة ولا بياكلها، بس دخل وانا بعملها. دي ايه يا عمته؟ قلت له بعمل سلطه رنج. تدوق؟ قال لي ادوق. ودوقته قال لي تحفه، تحفه. ايوه.
اصل عمته شاطرة. نضفنا بقى الرنجاية اهو، اللي يلاقي سفة مش مشكلة، هو وحظه، يبقى كده ايه، كسب معانا. ايوه انا بنضف بقى، والله كل واحد حر، اعمل لكم ايه. بقول لكم اهو. اللي يلاقي سفاية مش مشكلة، اعمل ايه يعني، اهو عادي. اي حاجة بقى في اي حاجة، مش انا بنضف وخلاص، حق عليا كده. شوفوا خلصنا بقى انا بعشق الجلد بتاع الفسيخ ده، لازم اكله. وشوفوا جلد الرنجة انا بحب كده، بحب. البطروخ بقى ده كمان هنقطعه كده في قلب السلطة. انا كده يا جماعة والله العظيم ريقي جري، وهقوم الوقت اجيب بقية في عندي نص رنجاية، هقوم اعملها كده الوقت، اصبروا بس. هنلم بقى كل ده ونغسل ايدينا ونرجع تاني. استنوا بس ما نغسل ايدينا من ايه، من تقطيع الرنجة، عشان ايه ما تبقاش كل حاجة زفرة كده. جيب معلقة بقى للطحينة. بصوا بقى انا عمالة ابص فيها عشان اشوف سفاية ولا اي حاجة، ما لقيتش. خلاص متفقين، اللي يلاقي بقى سفاية بعد كده هو حر. اهو مش بقول لكم سفة، اعمل ايه سفة. كب بقى الطحينة. بصوا حبة يخراشي يا على طبق وانا عمالة لحلس في قلب الطحينة. الطبق ده بقى فاخر من الاخر، واقسم بالله فاخر من الاخر، عظمة. شوفوا كفاية شكله. اهو الضيف جالنا ابن اخويا ندى، بتعملي ايه يا عمته، قلت له رنجة. ده كان اكلنا بقى النهارده. طبعا فول، خس، بصل، ليمون، سلطة، إيه سلطة رنجة، ورنجة طبعا. بقول له تدوق. قال ادوق. بيقول لي جميلة، اعملوا لايك واعملوا اشتراك عشان يوصلكم مننا كل جديد. وهو ده كان اكلنا النهاردة، واشوف وشكم بخير الفيديو الجاي ان شاء الله.